السلام عليكم. اسمي الدكتور دلمان عطار، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري من مدينة فاروق الطبية من السليمانية. في هذا الفيديو القصير اليوم أحكي لكم على مرض السكري، وخصوصا على مضاعفات جروح القدم بمرضى السكري. صراحة جروح القدم يعني مسألة خطيرة ومسألة لازم ننتبه لها من البداية، لأن هي مو بس جرح بسيط بالجلد ولا باللحم، لا، مرات لا سمح الله يتطور بأنه يصير التهاب بالأوعية الدموية أو انسداد أو تضيق بالأوعية الدموية والتهاب بالعظام همينة. فإحنا طبعا كأطباء يعني ما نريد بتر مال أي عضو للمريض، ونريد بأسرع وقت المريض اللي يصير عنده جرح بالقدم يراجع الطبيب الاستشاري مالته، مال الأخصائي السكري اللي يسوي تداوي مال الرجل والقدم، على مود يقدر يسوي له العلاج بأسرع وقت ويتجنب البتر لا سمح الله. وعلاج القدم السكري هي عبارة عن فرقة طبية كاملة لازم يعالجها، مو بس طبيب واحد شغل طبيب واحد، فلازم ممرض خاص بتنظيف الجرح مال القدم السكري، لازم طبيب عظام وطبيب أوعية دموية وطبيب سكر. هاي كلها فرقة طبية كاملة، تيم كامل لازم يعالجه على مود انه نضمن هذا الجرح يلتئم بأسرع وقت. وبالأخير يعني لأن الدنيا هسه الجو قام يبرد، فتنبيه بسيط للمرضى المصابين بالسكري، رجاء تتجنبون الهيتر والصوبة والنار، يعني لا تتقربون من عنده، لأن لا سامح الله الرجل والإيد مال اللي عنده مرض سكري مرات ما يحس بها بشكل زين، فيتقرب من النار أو الهيتر أو الصوبة فيقوم يصير عنده حرق وهو ما يدري به. نتمنى لكم يوم سعيد، وإن شاء الله نشوفكم بصحة زينة دائما. شكرا. أنا اسمي جميلة إبراهيم، انصابت بمرض السكر وعانيت كثير من مرض السكر. راجع الدكاترة كثيرة وقرروا علي بتر من القدم مالي، فجيت على هذا المستشفى، والله وهالمستشفى هذا دكتور درمان، دكتور أحمد فاضل، دكتور تخندي ما خلوا قصور وعالجوني، والحمد لله أنا هسه بصحة جيدة. دكتور درمان قال لو جايتنا قبل يومين إحنا ما لعبنا بصابعك أبد، والحمد لله هسه أنا بصحة جيدة. والله أنصح كل الناس وكل بي مرض سكر يراجع هذا المستشفى، يراجع الدكاترة الموجودين، أحمد فاضل، دكتور درمان، دكتور تخندي، بارك الله بيهم. أنصح كل واحد بي مرض سكر يجي على هذا المستشفى.